كل من أراده لأبناء هذا المتجر التهميش الانضباطي وحتى يعيش على أن هذا الشكل الانضباطي يأتي استمرار سياسة التماطل اللي من أجل السلطات الروسية مع العالم والمسلول طبعا ويأتي على أن بعض دخولنا كمشاهدين خطوة تلقيح اللوائح باعتبارها خطوة لمحاربة الفساد والوقوف على كل يعني الأمور التي لا يمكن أن يستفيد منها إلا الشبناء والمتكالفين طبعا هذا الخيار خطوة للوقوف على الفساد والخلقات وبعد يعني مجموعة من الشائعات التي شرعت من داخل المتجر على أن المساد يحرم أناس يستحقون ضغط العاش يملك اليوم المساد ويقول على أنه خطوة التنقير ومن الآن داخل المسؤول على أن خطوة التنقير كانت من أجل محاربة الفساد كانت من أجل الوقوف على الخلقات التي يعني يعرف هذا الملف الأسود العفي من داخل هذا الإقليم طبعا الجهات المسؤولة منه بكل عليها لكن يتفشى على أن هؤلاء الأشخاص اللي تم خطهم واللي تم وقفهم في هذه الأمور لأنهم لا يستحقون تم استشارهم من طرف هذا المسؤول هذا يدل على الشيء فإننا يدل على أن يقول مرحبا بالفساد مرحبا بالفساد ولا يمكن لا للمشاهد ولا للطالب ولا للتلميذ ولا لأي كان من داخل هذا المصدر أن يمكن بهذا الصح من الفساد لكن نقول لهذا ثم إلى لا نستطيع النظام تصعيد ولا يمكن أن يفعل الاشكال أن نتحمل المسؤولية بقدر ما نحمل المسؤولية للسلطان بصفة خاصة بصفة عامة لأننا منخرطين في خطوات تصعيدية تحت الشعار لنسأل أمارا تحت أحكام المتكالفين تحت أحكام الشبناء لأن الفاقلة